السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. جايه لكم النهارده بفيديو جديد. هنعمل بسكوت المكنه، بسكوت النشادر، بسكوت البرتقال. هنعمله بالسمنه مش بالزبده، بطريقه سهله بدون اي تعقيدات، والنتيجه جميله جدا. البسكوت ناعم وخفيف وهش مش مكتوم، والنقشه واضحه وطعمه في منتهى الجمال. والمقادير اللي هنقولها بالجرام وبالكوبايه، وكمان طريقه التسويه المظبوطه. هيطلع ناجح معاكي من اول مره. النهارده هنعمل احلى واطعم بسكوت هتاكلي صوابعك وراه، في كل المواصفات اللي محتاجاها. المهم تتابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة علشان تعملي احلى بسكوت ويكون ناجح معاكي. وقبل ما ابتدي عايزة اعرفك ان انا هشتغل على 2 كيلو من الدقيق، مش كيلو واحد. لو انت هتعملي كيلو واحد يبقى هتقسمي المقادير على 2. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعالوا نبدأ. هقول على المقادير بالكوباية وبالميزان، بس يفضل اللي بالميزان بتكون مظبوطة اكتر، لان الكوبايات ممكن تفرق في حجمها. في مج بيشيل 250 جرام سوائل، وفي مج بيشيل 200 جرام بس، فالميزان بيكون افضل. او تريحي نفسك وخلي عندك الكوبايات المعيارية، كل كوباية بيكون وزنها مكتوب عليها. عندي بولة ضفت فيها 800 جرام من السمنة، ما يعادل 4 كوبايات الا ربع. والسمنة ما تكونش سايحة، لو سايحة دخليها التلاجة تجمد شوية. هكسر السمنة كده علشان ما تضايقنيش في الضرب. هضيف عليها 600 جرام من السكر البودرة، ما يعادل 4 كوبايات، وكل كوباية ناقصة معلقة كبيرة من السكر. لو لقيتي السكر فيه تكتلات انخليه وافركيه بايدك. هدعك السمنة بالسكر بالمعلقة الاول علشان المضرب ما ينطرش عليا السكر. هشغل بقى المضرب وهضرب السمنة مع السكر لغاية لما تديني لون فاتح شوية وتبقى قوامها كريمي. ولو مش عندك مضرب اشتغلي بايديكي لغاية لما تلاقيها كريمية ولونها فاتح بالشكل ده. ومن وقت للتاني بنوقف المضرب وننزل الجوانب علشان الخليط كله يكون بنفس اللون والقوام. بالنسبة للسمنة استخدمي اي نوع سمنة، بلدي او نباتي المتوفر عندك. البسكوت استخدمي له سمنة لونها اصفر، بتخلي البسكوتة لونها حلو. اما الكحك استخدمي السمنة اللي لونها ابيض. عندي هنا 6 بيضات، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقعين علشان ما يخلوش السمنة بتاعتك تخرز وتفصل. وزن البيض اللي انا استخدمته 470 جرام. البيض اللي استخدمته حجمه كبير، لو البيض عندك صغير استخدمي 10 بيضات، ولو وسط استخدمي 8 بيضات. هضيف عليهم 4 ظرف من الفانيليا علشان تضيع زفارة البيض وتديني ريحة حلوة. هضيفهم على السمنة بيضة بيضة، أول ما بيضة تختفي هضيف التانية وأكمل ضرب عادي. عايز أرجع وأقول تاني أنا مستخدمة 2 كيلو من الدقيق، لو هتعملي كيلو اقسمي المقادير على 2. خلاص كده ضفت البيض كله. هضيف بعد كده قصنص برتقان، هو ده شكله بيتباع عند العطار، فايدته بيدي ريحة حلوة قوي للبسكوت، ريحة البرتقان. هضيف كمان معلقتين كبار من التانج او فروت الموجود عندك، بيعزز من لون البسكوت وبيديله لون حلو وكمان ريحة حلوة. ممكن تستغني عنهم لو مش حباهم. هضيف كمان معلقتين صغيرين مليانين هرميين من البيكنج باودر. عندي بقى هنا كوباية عصير برتقان فريش ما يعادل 200 جرام. هضيف لها معلقتين صغيرين من النشادر، حوالي 16 جرام، بالميزان 16 جرام. لو لقيتيه عمل فوران يبقى النشادر شغال وجودته عالية. هضيفه على السوائل بالتدريج، وبلاش تغلطي غلطتي وتحطي العصير في كوباية صغيرة. حطيه في كوباية كبيرة عشان لما تحطي النشادر ويفور ما يدلقش منك. هنزل بيه شوية بشوية وهضرب بالشكل ده لغاية لما يختفي تماما. هبطل المضرب وألم الجوانب وأضرب كمان مرة حاجة بسيطة. لو مش حابة عصير البرتقان ممكن تضيفي بداله مية أو حليب، مفيش مشكلة. كده مهمة المضرب انتهت. عندي هنا 2 كيلو من الدقيق، هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. الدقيق دوت شارياه سايب من عند العطار متعدد الاستخدامات، بالكوباية 16 كوباية. الدقيق منخول، مهم جدا انك تنخليه علشان تدخلي الهواء جواه علشان البسكوتة تبقى هشة وخفيفة معاكي. هخلط الدقيق بالملح كويس جدا، وبعد كده هضيف الدقيق بالتدريج على الخليط بتاعي، وهقلب الاول بالاسباتيولا. هتوه الدقيق كده في الخليط، وبعدين احط شوية تاني لغاية لما اخلص كمية الدقيق كلها، وبعدين هلمه بايدي. بلم مش بعجن بالشكل ده، لو عجنتيه هيعمل معاكي عرق وهيعضم. هنقلبه كده بصوابع ايدينا، نحاول نجمع الدقيق من الجوانب
واجيب من تحت لفوق عشان بيبقى في دقيق كده مركز تحت. خلاص كده هنختبر العجينة. هعملها كورة واضغط عليها، لقيتها بتشقق شوية، فهضيف لها اقل من ربع كوباية عصير، ولميت العجينة بيهم تاني. دقيق انواع، في دقيق بيشرب السوائل ويحتاج سوائل تاني زي ده كده، وفي دقيق ما بيشربش السوائل فما بيحتاجش سوائل تاني. خلاص كده العجينة بقت كويسة طرية وزي الفل. هغطيها علشان وشها ما ينشفش. عاوزة اقول لكم لو العجينة طلعت ناشفة بتبقى محتاجة سوائل، هنضيف لها شوية صغيرين من العصير. طيب لو العجينة طرية معانا او بتفرش منك في الفرن وبتلزق، يبقى هتضيفي معلقتين 3 من الدقيق بالتدريج لغاية لما تظبط معاكي. نغطي العجينة بكيس علشان وشها ما ينشفش معانا. وده شكل الموس اللي هستخدمه في نقش البسكوت. في نقشات تانية كتير بس بصراحة ده افضلهم. والصاج اللي هسوي فيه البسكوت ما بيدهنش اي مادة دهنية. هثبت مكنة البسكوت على الترابيزة او الرخامة، وبنحط فيها جزء من العجينة. وده شكل البسكوت وهو خارج من المكنة. بسكوتة ما شاء الله، عجينة لينة لونه تحفة. لو لقيتي النقشة ظاهرة في البسكوتة وهي في الصينية بالشكل ده والعجينة ما بتتكسرش معاكي، اعرفي ان عجينتك مظبوطة 100%. بالنسبة لطول البسكوتة زي ما انت حابة، ولو طلعت معاكي طويلة قوي بنجيب السكينة وبنساوي البسكوتة وبنقطع الزيادة. ولو البسكوتة اتعوجت منك وانت بتحطيها في الصاج، اعدليها علشان الشكل اللي هتسيبيها عليه هو اللي هيطلع عليه. يعني الشكل اللي هتحطيه في الصاج هو اللي هتلاقيه بعد ما تسويه. تمام. ما شاء الله البسكوت في الصاج جميل جدا، النقشة ثابتة وعجينة زي الملبن. بالنسبة بقى لطريقة التسوية المظبوطة، الأول الصاج اللي تعمليه دخليه الفرن على طول، ما تكوميش جنبك صيجان مرصوص فيها بسكوت. تمام. غطي العجينة بكيس بلاستيك واعملي على قد تدخيل الفرن على طول علشان ما تفرش منك وتنشف. أول حاجة بنعملها بنحط الشبكة في نص الفرن وبنسخن الفرن كويس جدا قبل ما احط البسكوت، وبعد كده بظبطه على درجة حرارة 170. ولو الشواية بتولع مع الفرن تبقى على اهدى درجة، ولو ما فيش شواية يبقى اول ما ياخد لون من تحت اطفي من تحت وولعي له الشواية ياخد لون من فوق. خلي بالك البسكوت بيحتاج درجة حرارة هادية جدا، وما تخليهوش لونه يبقى غامق، طلعيه فاتح علشان ما ينشفش معاكي ويبقى هش وجميل. هو اخد معايا 30 دقيقة. كل فرن على حسب التسوية بتاعته. ممكن في فرن ياخد 25 دقيقة، وفي فرن ممكن ياخد 35، وفي فرن ممكن ياخد 40 دقيقة. اول ما يخرج من الفرن ما تحاوليش تحركيه علشان ما يتكسرش. لما يهدى شوية حركيه بالراحة، وبعد كده حطيه في كيس ودخليه جوه كرتونة او دخليه في علبة. شايفين ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. البسكوتة محتفظة بنقشتها، لونها جميل جدا من تحت ومن فوق. بسكوتة خفيفة جدا، ريحتها في منتهى الجمال، مش محجرة، ناعمة، سكرها مظبوط ما شاء الله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب يكون نال إعجابكم. أشوفكم على خير، مع السلامة.